كده مرسى مول تابع لشركة باور هورس، وبعد منه على طول ده كده زمول تابع لشركة زيتون على مساحة 3500 متر. ده كده زمول قدام حضراتكم في الصورة، واللي ظهر في الصورة دلوقتي ده كايو مول تابع لشركة كونتاكت على مساحة 7100 متر. وهنا كده قدام حضراتكم في ده مول، وفي ده ويست، اللي هما قصاد بعض على طول. بعد منهم على طول بعد في ده اكس بيزنس كومبلكس صورة. والمبنى التالت ده مشروع تابع لشركة وورن تقريبا اسمه سوليدير. المباني طبعا اللي هي جنب المسار من الناحية التانية دي كلها أرضي و10 متكرر، معظمها أرضي و10 متكرر. ده كده قدام حضراتكم إيفيرا مول شركة فور سيزون. شو يعني شايف يعني بسم الله ما شاء الله شركة فور سيزون شد حيلها كويس خالص، يعني معظم المشاريع في الار 7 والداون تاون يعني شادين حيلهم شوية. ده كده مشروع شركة وورن. وبدأنا هنا نخش بقى ونشوف في ظهرنا على طول في ظهر المشاريع دي بيراميدز مول، وكده لافايت فيلج ولافايت مول، الاتنين جنب بعض تابعين لشركة هوم تاون على مساحة 46,000 متر، مساحة ضخمة جدا. واحنا هنا قريبين خالص من منطقة الحي المالي، قدامنا على طول كده ده المسار بتاع الحي المالي. يعني قدامنا المباني اللي قدامنا الناحية التانية دي مش في الداون تاون، دي في رود 11 تابعة للحي المالي. السؤال اللي بيسأل الناس بتطرحه على طول، المكان ده هيشتغل امتى؟ يعني منطقة الداون تاون وهتشتغل قدامها وقت قد ايه؟ طبعا الداون تاون وكلها كده على بعضها ممكن قدامها مش اقل من 5 سنين. منطقة التسوق والتنزل اللي احنا موجودين فيها ممكن خلال السنتين الجايين يكون فيها شغل بإذن الله تعالى، وتكون الدنيا اشتغلت لنا قريبة خالص من الوزارات، وقريبة من الحي المالي منطقة البنوك، وفيها نسبة إنشاءات محترمة زي ما حضراتكم شايفين كده على أرض الواقع. يعني الشركات خلاص بدأت بتشطب وجي بتقفل الدنيا خلاص في المنطقة دي. وعدد المشاريع زي ما قلت لكم مش كتير، هما تقريبا 12 مشروع. وقريبة خالص من الفندق الماسة كفعاليات، والحاجات دي برضو بتساعد على التشغيل المولات دي بإذن الله تعالى الفترة اللي جاية. لكن عندنا باقي الداون تاون من جوه يعني مش أقل من 5 سنين علشان يعني نوصل للمرحلة اللي احنا موجودين فيها في منطقة التسوق والتنزل. ده كده اللي هناك ده مسار المونوريل رايحين، ده اتجاه مسجد مصر الكبير لو دخلنا يمين. ولو مشينا مع المسار اتجاه الشمال كده يعني ده كده الحي المالي، كل دي من منطقة الحي المالي. ولو رحنا شمال هنروح على فندق الماسة ومنطقة ومدينة الفنون والثقافة والمحطة التبادلية بين القطار والمسار المونوريل.